عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. كيف ما كتشوفوا امامكم اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم طريقتي باش كنصايب الفويتين او رقائق الفويتين اللي ساهلين في المقادير ولا كذلك الطريقة، وكذلك ما كيحتاجوش مجهودات ولا وقت، فقط عندنا مقادير بساط جدا والطريقة أبسط. أول حاجة فيما يخص المقادير عندنا 40 غرام ديال 50 غرام عفوا ديال الزبدة، ضروري تكون واخدة درجة حرارة المطبخ، وعندي 40 غرام ديال السكر الرطب أو السكر الثقيل. كنحاول نخلط الزبدة مع السكر كلاصي حتى ينسجموا تماما، وعندي كذلك كنحتاج 2 بياض البيض او ما يعادل 70 غرام او 60 غرام ديال بياض البيض، وكنحتاج كذلك 80 غرام ديال دقيق الفورص. ونسبق لي في الفورص ضفت لي ساشي ديال السكر فاني، اعتذر انني ما صورتوش معكم، ولكن ضروري ديروا السكر فاني كيعطي واحد النكهه، وكيف ما ممكن ديروا حتى الفاني السائل. اول حاجه كنحاول نخلط كل من الزبده والسكر كلاصي وبياض البيض حتى ينسجموا تماما. عاد نمر ان شاء الله نضيف 80 غرام ديال دقيق الفورس الممتاز الخاص بالحلويات اللي سبق لي ضفت ليه ساشي ديال السكر فاني. نعاود معكم المقادير. عندي بالنسبه للزبده 50 غرام ديال الزبده او ما يعادل 2 معالق عامرين ديال الزبده، وضروري تكون واخده درجه حراره المطبخ باش تجينا سهله، يعني باش ندمجوها مع باقي العناصر. وعندي 40 غرام سكر بودره وبياض بيضتين يكونوا متوسطات، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار عاد، و80 غرام ديال دقيق الفورص وساشي سكر فاني. يعني حتى الطريقه راها سهله جدا، يعني ما غنحتاجوا لا ندلكوها لا والو، فقط غير بالطراب اليدوي او سباتيل نحاولوا نخلطوا مزيان حتى ينسجموا العناصر تماما. في هذا الاثناء درت الفران يسخن مزيان، يعني هاد الفويتين كيبغيو الفران يكون سخون مزيان، والوقت اللي غنبغيو ندخلوا ليه اللاطه نقصوه لاقصى درجه، تقريبا نفس الحراره اللي كنطيبوا بها الصابلي. كناخذ اللاطه اللي سبق لي لبستها بورق الزبده وكنخلط على قدر المستطاع حتى ينسجموا العناصر مزيان، وغناخذ هذا الخليط غنطلقوا على طول اللاطه. انا فقط ما عنديش ورقه زبده جديده، وراكم عارفين مع الحجر الصحي يعني ماشي اي حاجه غادا تلقيها. حاولت نخدم غير بهذا ورق الزبده اللي سبق لي خدمت به اصلا الفويتين. يعني كيف ما كتشوفوا مقادير قليله ولكن كتعطينا كميه لا باس بها. يعني هاد الفويتين تخدمي في الدار كيطلع لك ارخص يعني ب100% على انك تشريه من المحلات الخاصه بالحلويات. فقط تبعي هاد النصائح اللي كنعطيك في هذا الفيديو. ضروري من هذا العجين يكون مخلط مزيان، وضروري اننا نسرحوه مزيان على طول ورق الزبده. كتشوفوا اللاطه عندي كبيره، غنحاول هذا الخليط يعني نسرحوا على وجه هاد القاع تاع الزبده كامل، يعني يولي تقريبا السمك ديال هذا الخليط هو السمك ديال ورق الزبده، باش نضمنوا ان هذا الفويتين يجينا مقرمش كيف ما كيتباع في المحلات. ضروري ناخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح، ونحاولوا البلاصه اللي غتبان لنا فيها العجينه بزاف نحاولوا نقصوا ونجيبوها في المكان اللي فيه الخليط قليل. كيف ما كتشوفوا انا حاولت نلبس هذا العجين
على وجه الورق الزبدة كامل وبشكل متساوي طبعا، باش كله يجينا في نفس يعني نفس القرمشه، ما تجيناش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. الا خلينا شي بلاصه رقيقه راه ما غاداش تجينا مقرمشه. وهاد المرحله مرحله ضروريه ولها اهميه كبيره في نجاح الفويتين. كيف ما سبق لي وذكرت لكم الفران راه سبق لي شعلته سخون مزيان. على طا غندخلها الفران وكنحاول نحطها غير في الجهه الفوقانيه كاع، يعني اللي بعيده على العافيه، يعني تاخذ الحراره على خاطرها وتحمر مزيان. يعني ما كتاخذش حتى الوقت كتير، بحكم ان الطبقه راه رقيقه بزاف. كيف ما شفتوا يعني الخليط راه مبقاش كيبان صافي. يعني خدس نفس السمك ديال ورق الزبده. صافي ما بقى لي الا ندخلو الفران. وكيف ما سبق وذكرت لكم كنحاول نبعدو في الجهه البعيده على العافيه. وها هو بعد ما خرجته من الفران راه مازال سخون كيف ما كتلاحظوا، يعني طبقه رقيقه وكتجي مقرمشه. صدقوني الا جربتوا هذه الطريقه اللي عطيتكم في هذا الفيديو وتبعتوا النصائح من الاول حتى الاخير، يعني ما كيستاهل، ما كياخدش معنا لا وقت ولا مجهود، وتقدري توجدي الفويتين تزيني به حلويات العيد ان شاء الله. كيف ما كنعرفوا الثمن ديالو راه جد باهظ في المحلات الخاصه بالحلويات، يعني بالمقارنه مع المقادير ولا الطريقه كتبقى ان تصوبي في المنزل ديالك احسن 100%. يعني بغيتي تزيني بيه تقدري تقطعيه طريفات صغار عاد، يعني على حسب الحجم اللي انت بغيتي. صدقوني كيجي لا في اللذة ولا في القرمشه، غايه في الروعه. كما كتشوفوا يعني ساهل باش كيتكسر. بقى لي في نهايه هذا الفيديو الى نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس الاحمر باش هكذا يوصلها كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.